الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. اليوم رح أحاول أتناول موضوعين. موضوع قديم جديد يجدد نفسه، هو الصراع بين العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ووجود حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، ومدى شرعية هذا الوجود. وال يعني وتأثير التأثير السلبي والإيجابي لهذا الوجود في آه، كردستان العراق. شو هي النتائج الإيجابية؟ شو هي النتائج السلبية؟ ماذا استفاد كرد العراق من هذا الوجود؟ هذه المحاور راح أحاول أتناولها في هذا الفيديو، لكن المحور الأول سيكون يعني جريمة اغتيال مشعل التمو. لماذا؟ يعني أنا سبق وكتبت كثيرا يعني في هذا الخصوص، وأيضا في فيديوهات تناولت هذا الحدث، لكن في هالفيديو آه، راح أحاول يعني أعطي شيء جديد، يعني أو شيء أعتقد أنه غير متداول في الأوساط الكردية. يعني من باب التحليل، يعني التحليل يستند إلى شوية معلومات. هذا من جهة. الهدف من فتح ملف جريمة اغتيال مشعل التمو، الشهيد مشعل التمو، ليس الهدف منه يعني نكء الجراح أو إعادة إحياء الآلام والأحزان عند أسرته. لا، بقدر أنه هذه الجريمة ما زالت هذا الجرح ما زال مفتوح، مش أنا اللي عم بفتحه. يعني طالما المجرم الجاني طليق ولم يصار إلى محاسبته ومحاكمته، معناته العدالة حتى الآن لم تأخذ مجراها. ولا بد أن نفتح هذه ملفات هذه القضية، أو نثير الأسئلة، نعيد إثارة الأسئلة حول هذا الموضوع، لأنه هذه هي قضية عادلة، قضية رأي عام، لا تخص فقط عائلة الراحل الشهيد مشعل التمو. أنا على حياته ذكرت أكثر من مرة كنت أنتقده يعني بقسوة، وكانت تربطني صداقة قوية بيني وبين أولاد مشعل، الأستاذ فارس والأستاذ فايز. يعني نتبادل الزيارات. هاي الأمور ما بيعرفها يعني اللي خارج الدرباسية، وبيحاولوا يصطادوا بشكل يعني متكرر. يعني انه هو شنك في يوم من الايام هاجم مشعل التمو. نعم، انا انتقدته بقسوة واعتذرت عن هذه الانتقادات فور يعني اعلان او بعد اعلان استشهاده بجريمة يعني يندى لها جبين الانسانية. وجريمة اغتيال مشعل تم شكلت في حياتي منعطف، أن اتخذت قرار الاستقالة من قناة روش تي في، وهي بيعرفها كثيرين، يعني بنيات ونواف ومدير التلفزيون فردات شتينة بيعرفها، وكثيرين بيعرفوا. يعني هي التفاصيل بيعرفها القيادات المعروفة في الحزب. أما العوام والدهماء والحشود هي ما بيعرفوا، يعني بياخذوا الكلام من تم الحزب ويروجوه: نحن طردنا هوشنق، نحن هوشنق كان بده مناصب. حتى بعد يعني التافهين، يعني من الوسط الإعلامي، يعني وبيعرف إنه عم يكذب صراحة، يعني هيك ناقل هيك كلام للناس إنه شن كان بده آه، آه، يعني مناصب وفلوس. وعلى العكس أنا إجا عبد السلام مصطفى زارني في بيتي، يعني وبشكل أو بآخر آلدار وقنديل قيادة الحزب في قنديل حاولوا بشتى الوسائل أنه يرجعوا شنق بالمناصب، بالمصاري، بالرواتب، بكل هاي المسائل. وبعدين شغلوا أسلوب التهديد والتصفية والمسائل هي. أنا لم أرضخ لا لهذا الأسلوب ولا للأسلوب الثاني. يعني
فدائما هؤلاء العاجزين عن المنطق والمحاججة يثيروا يعني الحزب تبعهم ما زال متهما، ما زالت الشبهات تحوم حول هذا الحزب بضلوعه في جريمة اغتيال مشعل التمو. أنصار هذا الحزب أو من يسيرون على رصيف هذا الحزب أو مرتزقة الحزب من الآبوتشيين الجدد أو بيتشين يعني. بصراحة مصطلح التأوبش أو الأوبتشي أو الآبوتشيين الجدد صار هيك يعني يشبه مصطلح الشبيحة ويمكن أفظع يعني. يعني لما الواحد بيقول للتاني بلا تشبيح يعادله في اللفظ يعني بلا أوبتشي ولا تأوبتش يعني لا تشبه يعني في هيك صلة حميمة بين السلوكين، السلوك الشبيحة والسلوك الحشود الآبوتشية. هؤلاء الناس يبرزون والله وشن كان ينتقد مشعل. نعم يعني الآن لو كان مشعل التمو حيا وفي مقامه في المعارضة السورية، إذا شفت منه أمر أو موقف أو قول يسترعي الانتقاد سأنتقده يعني مرة أخرى يعني. وربما يكون النقد قاسي أو حاد، هذا موضوع آخر، لكن منطق الحياة يقول المهم أنتم حاولوا تناقشوا أمور هادية، الأمور التي تعنيكم، مو تروحوا تقولوا والله يا أولاد مشعل هوشنق في يوم من الأيام كان ينتقد والدكم يعني. من الأمور السخيفة التي لا ولن يلتفت إليها نجلي الشهيد مشعل. بالعودة لهذه القضية، في 2014 أو 2013 التقيت بصحفي بريطاني كان يعمل في الإمارات، ويعني بعرفه من أيام دمشق من 2007 2006 تقريبا. التقيته في اسطنبول، فطرح اسمه فيليب، طرح علي فكرة أنه يؤلف كتاب عن جريمة اغتيال مشعل التمو، مثل الكتب الصحفية اللي تتناول تحقيقات استقصائية حول جرائم سياسية غامضة أو حول ملفات وقضايا تتعلق بالفساد أو يعني قضايا حيوية وحساسة. وبحكم أنه فيليب موجود في منطقة الشرق الأوسط، بحكم أنه وجود فيليب في منطقة الشرق الأوسط هو مطلع على هذه التفاصيل، وهو التقى أيضا بمشعل يعني في دمشق. فيليب طرح فكرة هذا الكتاب وطلب المساعدة. أنا يعني بحكم معرفتي أنا كمان يعني بعرف مشعل التمو، لأنه نحن أبناء مدينة واحدة وفي تواصل بيني وبين أبناء، والتقيت فيه أكثر من مرة، التقيت فيه في حلب، التقيت فيه في دمشق. أنا يعني أثنيت على هذه الخطوة، خطوة تأليف كتاب عن مشعل التمو وجريمة اغتيال مشعل التمو، وحاولت أن أقدم له المساعدة ووافقت يعني. فمن جملة اللقاءات والحوارات، وأجرى حوار معي بهذا الخصوص، ما لدي من معلومات وعلاقتي بحزب العمال الكردستاني وعلاقتي بمشعل التمو وهي التفاصيل، من ضمن اللي فيليب أجرى معهم مقابلة أنا. لكن أنا ساعدت فيليب في رشحت له الأشخاص اللي ممكن أن يستقي منهم المعلومات بهذا الخصوص، وكمية كبيرة من الأسماء اللي يجرى مقابلات معهم، ابتداء من صلاح بدر الدين في كردستان العراق، وانتهاء بالصديقة روفن تمو هون في بلجيكا. كمية كبيرة يعني من يمكن 30-40 اسم رشحت أنه يجري معهم مقابلات، وأي كل اسم يعني لنفترض مثلا المقابلة مع صلاح بدر الدين أو مع روفند أو مع أي شخص،
في حال يعني هذا الشخص أجاب بنعم، يا فيليب أنت بدك تبرز لديه هاي المعلومة الفلانية. إذا قال لا، فأنت بتبرز يعني التحقيق تبعك لازم يكون بمثابة يعني، أو أنت يا فيليب لازم تكون بمثابة قاضي تحقيق. حتى قبل سنتين أو أكثر يعني كان في تواصل بيني وبين فيليب بهذا الخصوص. ما بعرف إذا هذا الكتاب صدر أم لا، لكن في آخر مراسلة بيني وبين فيليب، والمراسلات موجودة عندي على الإيميل، في آخر مراسلة بيناتنا سألني فيليب عن قيادي فقد حياته في حزب العمال الكردستاني، والمعلومات اللي أنا بعرفها عن هذا القيادي، وهو خبات ديريك الذي قتل أو فقد حياته في حادثة عائلة عبد الله بدرو واستهداف حزب العمال الكردستاني لهذه العائلة. أنا ذكرت يعني أنه هذا المعلومات الموجودة عندي حول تجربة هذا الشخص، وحتى يعني بعض المعلومات غير المتداولة. يعني مثلا هذا خبات ديريك قبل الأزمة السورية كان ينوي الانشقاق عن الحزب، كان ينوي الالتحاق بجماعة فوزي شنغالي، يلتحق بالوفاق، بحزب الوفاق اللي انشق عن القيادة. لكن وهي معلومة يعني مش تحليل يعني، لكن لظرف معين لوضع معين مجهول يعني عدل خبات ديريك عن قرار الانشقاق والفرار من حزب العمال الكردستاني. فيما بعد أصبح قيادي ميداني في كردستان سوريا، في المناطق الكردية في سوريا، موفد من قبل حزب العمال الكردستاني إلى هناك ليؤسس خلايا عسكرية وكذا. طبعا اللي أسس أو نظم العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وهذا المشروع اللي موجود حاليا كله، يعني الإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والعلاقة مع نظام الأسد والمخابرات الجوية والعسكرية والأمن العام وهالقصص كلها. اللي أسس مهندس هاي العلاقات هو فرهاد عبدي، هو شاهين تشيلو في البداية، وأنا أعتقد ذكرت في فيديوهات سابقة هذا الموضوع. لكن حزب العمال الكردستاني فيما بعد يعني وضع شاهين تشيلو، أنا حكيت عنه في كثير من المقالات والتصريحات والفيديوهات. خبات ديريك مين عم يسألني عنه؟ فيليب عم يسألني عنه، أنه خبات ديريك ضالع بأمر من حزب العمال الكردستاني، ضالع في جريمة اغتيال مشعل. يعني هي الشبهات أو الاتهامات قالها لي، سألها لي، نقلها لي فيليب ويريد رأيي. أنا لا أستطيع أن يعني لا أنفي ولا أؤكد، يعني أنا يعني من الجانب الاستشاري والصحفي أقول ما لدي، وفيليب يعني بحثه الصحفي والتحليلي والاستقصائي يحاول أن يربط بين هذه النقاط. إجمالا أنا يعني خطر في بالي، أنا طبعا ذكرت هذه المعلومات أنه هذا الشأن تفاصيل مقتل أو فقدان خبات ديريك أنه في حادثة تافهة، والكثير من المصادر قالت أنه الرصاصة أتته يا إما من الخلف يا إما من الجانب، لم تأتيه الرصاصة من جهة عائلة عبد الله بدرو. وبالتالي هذا الحدث غامض يعني، وخبات فقد حياته في المستشفى ليس في المكان. يعني ربما حسب ما قيل لي، يعني حسب ما نقل انه فقد حياته في المستشفى في مستشفى احدى مستشفيات القامش. هذه الحادثة تشبه يعني الى حد ما حادثة اغتيال
أحمد شنر يعني. لأنه أحمد شنر لم يكن مصابا إصابة قاتلة، إنما النظام السوري منع معالجته، ومنع بأمر وبالتنسيق مع الحزب منع معالجة محمد شنر. و يعني الزلمة يعني نشف دمه، ما عاد في دم، لم يمدوه بالدم أو لم إصابته كانت مش قاتلة يعني، وفقد حياته بهذه الطريقة. يعني النظام السوري والعمال الكردستاني كانوا مشتركين في اغتيال محمد شنر. أنا لا أستبعد أن تكون يعني جريمة استهداف مشعل التم كمان يعني شراكة بين النظامين، لأنه في شراكة قديمة في هذا الخصوص. يعني الجريمة تكون مشتركة بشكل أو بآخر، الاثنين النظام السوري ونظام حزب العمال الكردستاني يكون ضالعين في هذا الموضوع. وبدليل يعني خبات ديرك فقد حياته، يعني المسؤول عن أو فيليبس نقل لي انه التحقيق تبعه وصل لهالنقطة، لأن عند خبات ديرك، وخبات ديرك انتقل إلى العالم الآخر، وكيف فينا نشوفه ونحقق معه صعب، حتى ولو كان حي كمان صعب. هذا هذا الكلام يعني، وهي التفاصيل هي أول مرة بحكيها في هذا الخصوص. طبعا هاي التفاصيل يتقاطع معها موقف حزب العمال الكردستاني من مسألة مشعل. في التلفزيون قلت وأكرر، يعني الحزب كان يرفض تناول جريمة اغتياله وتشييع وجنازة التشييع حتى في سياق خبر. أنا عملت مشكلة في التلفزيون في هذا الخصوص، ودخلت في صدام مع بنيات ومع آخرين لأنه كانوا بيرفضوا. صار يتصل بآلدار ننشر ما ننشر، في مشكلة هون شو نساوي. فعملوا هيك حل انه ينشروا الخبر بس ما يكون الخبر الاول. قناة كردية وقسم كردي معني بالمسألة الكردية السورية، ونشر الأخبار تتناول أحداث أكراد سوريا وتتجاهل جريمة اغتيال مشعل وتجعله من الخبر الأول إلى الخبر الرابع. هذا اللي يعني قسم ظهر البعير وخلاني يعني قدم قرار الاستقالة وبلا عودة في هذا الخصوص. بمعنى ما زالت الشبهات تحوم حول حزب العمال الكردستاني في هذا الخصوص، حتى إذا ظهرت وثائق من المخابرات السورية ومن النظام السوري تؤكد أنه قرار الاغتيال هو قرار سوري صرف. أنا شخصيا لا يمكنني أن أنفي تورط الحزب أو كأداة أو يعني داعم أو ضلوع في هذا الخصوص في جريمة اغتيال مشعل التامو إلى أن يثبت العكس. هذا الموضوع اللي كنت حابب أحكي فيه أولا. الموضوع الثاني هو وجود حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. ماذا استفاد كرد العراق من هذا الوجود؟ استفاد الحزب العمال الكردستاني طبعا. هذا الوجود يعود إلى مطلع الثمانينات 81 82، وتوثق هذا الوجود في اتفاق أبرموا وقع عليه مسعود بارزاني وعبد الله أوجلان في صيف 1983. وهذا الاتفاق منشور باللغة الكردية وباللغة التركية في جريدة سرخبون. اللي بده يرجع للاتفاق يعود إلى عدد تموز 1983 من جريدة سرخبون في أرشيف الجريدة، وشوفوا بنود الاتفاق ومدى التزام حزب العمال الكردستاني بهذا هذا يعني الاتفاق. طبعا أقول كلامي هذا ليش؟ لأنه عبد الله أوجلان والحشود التركية على وحصار مدينة عفرين، عبد الله أوجلان صرح أنه وطالب حزبه أن يتفهم الحزب حساسيات الدولة التركية داخل سوريا. شو هي الحساسيات؟ يعني أنه تتنازلوا للأتراك المطالب التركية وكذا وتنسحبوا.
طبعا الحزب التزم بهذا الخصوص انسحب من عفرين بعد الكلام عن مقاومة العصر وبرخدانا سردمة وبرخدانا هردمة وهالقصص هي كلها. الحزب انسحب وبشكل مذل. ويعني جرى هناك حتى قبل الانسحاب وبعد الانسحاب تصفيات، هي الموجودين داخل الحزب بيعرفوها، يعني العشرات من العناصر والكوادر تم تصفيتهم اللي رفضوا القرار الانسحاب هذا. إجمالا الحزب أوجلان قال يعني أطالب بتفهم حساسيات تركيا داخل سوريا. الحزب انسحب من عفرين وجرى ما جرى، وانسحب أيضا من رأس العين ومن تل أبيض. لكن من المؤسف القول أنه في بعض من أبناء رأس العين يعني حتى الآن يلتمسون الأعذار لهذه الفضيحة التاريخية التي ستبقى تلاحق حزب العمال الكردستاني إلى أبد الآبدين، وستلاحق هؤلاء أيضا يعني اللي من أبناء رأس العين أو من أبناء عفرين، اللي حتى هذه اللحظة ورغم كل الكوارث اللي صارت في هذه المدينتين والمضاف إليها تل أبيض وحتى كوباني التي دمرت و يعني صارت تحولت إلى أنقاض وركام، حتى الآن هنالك الناس يبررون ويشرعنون كل هذه الهزائم اللي حزب العمال الكردستاني يحولها إلى انتصارات. إجمالا الحزب رضخ إلى تعليمات أوجلان وانسحب. فيما يتعلق بكردستان العراق، أوجلان قال يعني لم يطالب حزبه بتفهم حساسيات تركيا في كردستان العراق، ولم يطالب حزبه باحترام أمن واستقرار هذه المنطقة. وطبعا حزب العمال الكردستاني مثل ما هو مدين لكرد سوريا على مدى 40 سنة، هو أيضا مدين لكرد العراق. يعني أولى معسكرات الحزب في مناطق لولان وجبال قنديل وتلك المناطق يعني كانت في مطلع الثمانينات. والاتفاق المبرم اللي ذكرته يعني وأساس هذه العلاقة، أوجلان قال للحزبين يعني أتمنى أن يحترموا ذلك الاتفاق. طبعا أوجلان قال 82، هو مش صحيح 82، يعني هو ربما يعني وضعه في السجن أو كذا. أنا معني بالوثائق. جريدة الحزب تقول في شهر تموز شهر السابع من 83 أبرم الاتفاق وصدر في الجريدة الرسمية لجريدة سرقبون. أنا معني بهذه المعلومة التي صدرت في وقتها يعني، وكان أوجلان مطلع يعني وقت ذاك على الجريدة وبيعرف هل التاريخ مضبوط ولا لا. عموما ماذا يقول ذلك الاتفاق؟ في فيديو سابق سترون رابط يعني ربما أنشر الرابط، أشوف إذا لازم أنشر رابط الفيديو السابق اللي بيتناول الحديث حول الاتفاقية وبنود الاتفاقية. بموجب هذه الاتفاقية إذا احترمها الآن حزب العمال الكردستاني ينبغي أن ينسحب من متينة ومن خاكوركي وينسحب من شنغال ومن مخمور ومن السليمانية ويتمركز في تلك المناطق المحددة بموجب الاتفاق، تلك المعسكرات المحددة والمناطق الجغرافية بدون اتفاق. ما يأسس مؤسسات وأحزاب تابعة له داخل كردستان العراق. الاتفاق واضح بهذا الخصوص. والحزب الديمقراطي الكردستاني كمان ما يأسس منظمات وأحزاب تابعة له في تركيا. يعني الاتفاق يتعلق بالعلاقة بينها، ينظم العلاقة، دستور العلاقة بين الحزبين. لكن هذا الحزب، حزب العمال الكردستاني، انتهك الاتفاق في 91. أسس حزب كردي عراقي تابع له من ضمن قيادته كان محمد أمين بنجبيني. أعتقد أنه حتى هذه اللحظة ما زال موالي لحزب العمال الكردستاني. إجمالا يعني
في 82 عفوا 92، وهنالك فيديوهات موثقة يعني للإمام جلال طالباني الله يرحمه، هو اللي مهد لاشتراك الحزبين مع الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني في 92. لكن وحتى يعني صار حتى سنة 2000 كمان بعد اعتقال أوجلان صار في صراع واشتباكات بين العمال الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. هذه العلاقة كانت مشوبة بالاستثمار، يعني الاتحاد الوطني الكردستاني يستخدم العمال الكردستاني ضد الديمقراطي الكردستاني، والعمال الكردستاني أيضا يستخدم الاتحاد لبسط نفوذه في المناطق الكردية كتغطية. يعني هو صحيح كان عنده أحزاب شكلية مثل البيدة، حزب الحل الديمقراطي وكذا، يعني أحزاب ما لها حضور جماهيري، لكن حزب الاتحاد حزب العمال الكردستاني في الآونة الأخيرة أكاد أقول يعني يكاد يسيطر على منطقة سوران. يعني حتى الآن وهي يعني من داخل السليمانية مصادر، ومن داخل الاتحاد الوطني الكردستاني كمان في أزمة كركوك والخشية من انشقاقات وصدوع عميقة، يعني بقيادة كوسرة رسولون، وعلى أساس كوسرة رسول ينوي القيام بانقلاب على هيرو خان وأولادها، و يعني نتيجة مواقفهم المخزية من ما وتنسيقهم مع الحشد الشعبي واحتلال كركوك، كانت هنالك خشية في هذا الخصوص أنه يحدث انقلاب داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. وهي معلومات، هي مش تحليل. يعني أرسلت هيرو خان موفد إلى جبال قنديل إلى جميل بايك وطلبت منه المساعدة والنجدة، وجميل بايك قالها حرفيا، يعني طالما حزب العمال الكردستاني موجود وعلى رئاسته جميل بايك فلن يسمح أبدا أن يمسس أحد عائلة مام جلال طالباني. طبعا أمل المقولات الإيجابية وكذا، وبالفعل يعني أرسل حزب العمال الكردستاني مجموعات عسكرية إلى السليمانية كنوع من الدعم في تلك الفترة. طبعا ال ال الاتصالات أو القنوات أو العلاقات، دفء العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وعمال الكردستاني متى بدأت أو متى تقوت؟ في بعد 2011 تقوت هذه بحكم العلاقة مع النظام السوري ومع النظام الإيراني. يعني مهندس أو منسق العلاقة أو اللي يغطي على هذه العلاقات اثنيناتهم يتبعون إيران، اثنيناتهم لهم علاقة مع النظام السوري، ففي مشتركات بتخليهم هذه العلاقة تتواشج. بعد إصابة جلال طالباني مع جلال بالمرض ومشاكله الصحية، يعني تسرب الخلافات إلى داخل الاتحاد، وهيرو خان كانت تخشى يعني أنه يصير مشكلة كبيرة داخل الحزب، وقوت العلاقات مع العمال الكردستاني. لكن المشكلة الكبرى كانت موضوع كركوك، فبشكل مباشر ورسمي وسري هيرو خان أرسلت موفدها إلى جميل بايك. ومن يعني تلك الفترة من أزمة كركوك ويعني حتى هذه اللحظة أكاد أن أقول أن السليمانية صارت تتبع لقنديل. طبعا هنالك أطراف ضمن الاتحاد الوطني الكردستاني يتململون من هذه القصة، وهنالك أيضا أطراف ضمن جوران يتململون من حكاية تمدد وتغلغل العمال الكردستاني داخل النسيج الاجتماعي، داخل قواعد
الحزبية والناس والشارع الكردي في السليمانية، في منطقة غاربيان ومنطقة سوران، وحتى في يعني مناطق نفوذ الحزبين، حركة جوران والاتحاد الوطني الكردستاني. يعني الحزب صار متغلغل، يعني حتى إذا رفض الحزبين الناس صايرة متعاطفة جدا مع حزب العمال الكردستاني، وهي لعبة الحزب، يعني قضية العواطف وتغذية الناس بالخرافات والأوهام والمشاريع الطوباوية اللي يعني تدغدغ الغرائز والعواطف. فصحيح هنالك أطراف الآن يعني صارت تكتشف خطورة هذه اللعبة، خطورة لعبة استخدام العمال الكردستاني كعصا ضاربة ضد الديمقراطي الكردستاني. لكن أعتقد أنه سبق يعني الأمور خلاص، المسألة انتهت. هذا من جهة، من انتهت لأنه الإيرانيين ما عاد يسمحوا لقيادات الاتحاد الوطني الكردستاني أن يسدوا الأبواب أمام العمال الكردستاني. يعني الإيرانيين راح الله لا يرحمه قاسم سليماني، هو كان المهندس في هذا الخصوص. يعني هذا عدا عن أنه الآن هي يعني أهزوجة العمال الكردستاني، أنه أنتم يا اتحاد وطني كردستاني يا عائلة طالباني أنتم مدينون بحياتكم لنا، لجميل بايك وللبككة، فأنتم ما تحكوا، يعني اخرسوا خالص. يعني نحن اللي أنقذناكم، لولانا لابتلعكم كسرة رسول ولا ابتلعكم الديمقراطي الكردستاني، ونحن اللي يعني سبب بقائكم حتى الآن في مواقعكم في كراسيكم، على يعني جالسون على مشاريعكم ومناصبكم، الفضل يعود لنا. فأنتم ينبغي يعني أن تسكتوا ولا تطالبوننا بالخروج. يعني نفس الموضوع الآن يقولون، الآن يمكنهم أن يقولوا نحن أنقذناكم يعني في روجافا وبذلنا دم ويعني لن نخرج. منطق حزب العمال الكردستاني نفس المنطق الطوراني، يعني اللي بيقول أو الأتاتوركي، نفس المبدأ أنه حيثما وصلت يد أو قدم وطأت قدم الجندي التركي وأريق الدم التركي فهي دم تركية. الآن نفس المبدأ، يعني حيثما وطأت القدم الأبوتشية وأريق الدم الأبوتشية فهي منطقة أبوتشية وأرض أبوتشية ومرفوض يعني الحكي والكلام أنه اخرجوا من هذه المنطقة. الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني محاصر، وأنا يعني كتبت في عدة مرات في هذا الخصوص، يعني موضوع الحصار اللي يتعرض له الديمقراطي الكردستاني. الحزب محاصر، يعني الشريط الحدودي من زاخو أو مناطق بعد زاخو وحتى السليمانية، هذا القوس، ونأتي إلى الجنوب شنغال ومخمور والمناطق الأخرى أيضا العمال الكردستاني والحشد يحاصر. على الضفة الأخرى من نهر دجلة روجافا كمان البككة موجود. فإذا هنالك طوق، أي صدام مسلح، وأنا أعتقد أنه هذا هو السبب. يعني صحيح أنه قيادة كردستان العراق والرئيس مسعود بارزاني يعني يتحاشون الخوض في معركة مع حزب العمال الكردستاني لن يستفيد منها لا الحزب العمال ولا الديمقراطي الكردستاني، وستكون يعني وبالا على المنطقة. هذا صحيح. لكن على الجانب العسكري أنا مش يعني ماني خبير عسكري، لكن النظر إلى اللوحة حاليا يعطي هذه النتيجة، أنه الديمقراطي الكردستاني محاصر والطوق يزداد. كيف يمكنه فك وكسر هذا الطوق لا أعلم. يعني وضعية العمال الكردستاني في كردستان العراقية أشبه بالورم السرطاني اللي صار يتمدد. ورم كان محصور في مناطق معينة والآن يعني
يبتلع مناطق شاسعة في كردستان العراق. هذا من جهة. من جهة أخرى ذكرت إنه بعض الأطراف والقيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني صارت تخاف، مش بس تتململ، تخاف من تغلغل العمال الكردستاني ضمن النسيج الاجتماعي والقواعد الجماهيرية للحزبين، للديمقراطي للحركة جوران وللاتحاد الوطني الكردستاني. يعني هذا مصدر خوف. يعني العمال الكردستاني بمنتهى البساطة هي شوي شوي عم يسحب البساط من تحت الحزبين الداعمين. طبعا في شيء من المؤسف القول، يعني الانشقاق اللي صار بال65 وال66 بين المكتب السياسي برئاسة مام جلال أو إبراهيم أحمد وصهر ومام جلال، وما خلق شرخ عميق ما بين صوران وبهدينان والسليمانية ودهوك والمناطق. هذه حقيقة مرة ينبغي أن نعترف بها. هذه الحقيقة أيضا المرة وهذا الشرخ عززه مجموعة من المثقفين اللي شايفين حالهم كتير يعني من منطقة السليمانية، وينظرون إلى الديمقراطي الكردستاني وإلى مناطق بهدينان ودهوك وزاخو على أنها مناطق ريفية ومناطق يعني قبلية، وهن ما شاء الله عليهم يعني متنورين وباريس وأرض الفلسفة والثقافة. نعم يعني السليمانية من المدن المهمة جدا ثقافيا، مش بس يعني في كردستان، حتى على مستوى العراق يعني. لكن هي مسألة التعالي في هذا الخصوص عمق، وهي المجموعة الثقافية مجموعة رهند هي كمان كرست هالشرخ وغذته. وحتى الآن يعني هم يبررون يعني لوجود حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، وكأنه الديمقراطي الكردستاني هو داعش، أو يعني نظرة هيك نوع من الكيدية والأحقاد هي موجودة في هذا الخصوص، ينبغي أن نعترف بها. يعني إجمالا من يتحمل المسؤولية حاليا التيار لاهور الشيخ جنكي. وأنا ذكرت في مقابلتي مع الBBC إذا استتب الأمر لحزب العمال الكردستاني وفي المناطق وفي السليمانية، وحاليا الموضوع في هذا الاتجاه. جميل بايك بمنتهى البساطة في يشيل لاهور شيخ جنكي، مش بس يكون مدعوم من قاسم سليماني، إن شاء الله يكون مدعوم من مين ما كان. إذا وصلت السكين للعظم وموضوع أكون أو لا أكون، جميل بايك هو لسه ما بيعرف مين جميل بايك، بإمكانه يشيل لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني ويكبون خلف الحدود يعني، ويشيلون ويرميون خلف الحدود. طبعا هي الحقيقة. أو إذا الأمور استمرت في هذه الوتيرة بهذه الوتيرة، النتيجة راح تكون هيك. النتيجة يعني كردستان العراق قبل يعني كانت بارتي ويكيتي في نوع من التوازن يعني، في أو لنقل يعني نوع من التنوع والاختلاف، راح تكون بلون واحد. طبعا يستحيل للعمال الكردستاني إزالة وإبادة البارتي، لكن المنطقة ستدخل في دوامة عمياء، نفق أعمى مظلم من الدم، إذا استتب الأمر لحزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني بيشوفوا وضع عفرين، بيشوفوا شو صار بكوباني، بيشوفوا شو صار برأس العين والمعاناة اللي نحن بنعانيها. أنا شخصيا لا أريد لكرد العراق ما عانوه كرد سوريا تحت سطوة وطغيان العمال الكردستاني. فهم أحرار في خياراتهم إذا اختاروا وفضلوا. أنا لا أقول أنه الديمقراطي الكردستاني جنة وقمة الديمقراطية وما الكلام هذا
يعني معروف موقفي من الحزبين، وأنا انتقدت مسعود بارزاني والبارتي وحكومة الإقليم في زاخو وفي من داخل كردستان العراقي، انتقدتهم. يعني انتقد أداء الحكومي وأداء حزب الديمقراطي الكردستاني بشكل، لكن إذا ارتضى لاهور شيخ زنقي وقيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بجنة جميل بايق أو بجحيم جميل بايق وفضلوها على جنة الديمقراطي الكردستاني، فليتحملوا هم النتائج، وستكون نتائج قريبة مش بعيدة. يعني الحل الوحيد في تقديري يعني لفك هذا الحصار على الديمقراطي، هو مش على الديمقراطي الكردستاني، هو حصار على كردستان العراق. إذا كان قيادات الاتحاد الوطني من المثقفين، من الأقطاب المهمة، ملا بختيار أو سعدي بيرة أو القيادات الأخرى اللي ما أو كوسرة رسول أو اللي ما زال لديهم وزن أو دور مهم داخل الاتحاد الوطني، ينبغي أن يتدخلوا ويعني يوقفوا سفينة الاتحاد الوطني التي يعني ستغرق، ويوقفوا هذا المد أو التسونامي الأبوتشي الأوجلاني الذي سيطيح بهذه المنطقة، وهم أمام التاريخ سيتحملون النتيجة. مش بس عائلة طالباني، لا، كل قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني التي ما زالت تلتزم الصمت حيال ما يجري في كردستان العراق. وأشوف يعني يجي ملا بختيار على القامشلي بعد يعني خراب كردستان، ويلقي محاضرات حول أهمية فكر أوجلان وأهمية فلسفة أوجلان وأهمية تاريخ حزب العمال الكردستاني وماذا استفاد كرد العراق والاتحاد الوطني الكردستاني من هذا الحزب العظيم العملاق المجيد. هذه إشارات أو تحذيرات من مآلات وخيمة تنتظر المنطقة. أنا فقط أشير الحلول أصحاب القرار هم اللي لازم يتخذوا أو يشوفوا الحلول التي تناسبهم. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء مرة أخرى. كونوا بخير.